بيقدم كاتب عصري بنتكلم عنه حصري في هذا المفاجأة. صاحب نادي الحليم وناصر 56 والقادسية كمان. شفنا عيد المحرم ما أجمله وحفلة بلقيس ماشية برحلة لكوكب الجيران. أنا مر من قدامي الحالي والحرام، فهذه نحذره عريس بنت السلطان. هتكرموا حلوان في هذا المهرجان، وقدمت ليه كمان أعماله المسرحية خلال 5 أيام. حيوا نجم احتفالنا محفوظ عبد الرحمن. فارس وأنا والحارس وليه جمع ومدارس. كاتب والناس حروف بينهم دايما تشوفه. بحار راكب سفينة عمره ما يرسم مدينة. شايل مصر في عينيه بيغفلين عليه مهما تفوت السنين تلقى القلوب فاكرين. عام 1932 يوم مولد عبقرية تشهد لها الملايين. اللي بنى مصر اللي بنى مصر اللي بنى مصر في الأصل كان فنان كاتب، وكاتب على دينه أمل إنسان يبدر حروف الأمل بستان ورا بستان، يغزل خيوط الفرح ويبدد الأحزان. ده اللي بنى مصر في الأصل كان فنان. أوراقه متبعترة حواديت على الحيطان، أحلامه متعطرة بالمسك والريحان. أما الألم صنعته ملاح في بحر الخير، يسقي القلوب حبها ويهذب الوجدان. ده اللي بنى مصر كان في الأصل واد فنان. اللي بنى مصر في الأصل كان فنان. والمحفوظ عبد الرحمن مسرح راقي وعالي القيمة، مسرح يحترم الإنسان، مسرح كل ما بلغ عظيمة. فن وفكر ونور وثقافة، قلبي يحس عيون شوافة، طاير بينا في كل مكان، يرجع بينا لكان يا مكان. مش هتقولوا على الحدودة بيقولوا اليهود تبع مصر، بصوا الأرض اللي بتقضي فيه يهشوها ما تنهشش، يضربوا النار في الهواء مفيش طيب. وبعدين دخلوا البيوت في نفس الوقت ولا بعديها. عايز تقول نجيب فرقة تانية؟ ممكن. المهم الناس تتعاطف وتقدم كل حاجة. فين بالظبط؟ في الورق بالذات. هي كانت الشهادات الدراسية؟ أيوه. كانت الشهادات العلمية؟ أيوه. كانت الأوراق اللي هي؟ لا، الكتب مش كلها. عارف الكتب اللي كانت يعني بيختاروا. أكيد دلوقتي وعمرهم كلهم وجودنا بيضيع يا جماعة. كل شيء لقينا في حياتنا، كل شيء يثبت إن إحنا بشر. سابوا لنا دروس ونشاطين، كانوا شهادات دراسية عشان ما نتعلمش، كانوا شهادات ملكية عشان يطردونا من بلادنا، وما نقدرش نرجع لها ولو بعد آلاف السنين. الزحف ده ماشي ومستمر، وعشان نعرف احنا رايحين فين لازم الأول نعرف احنا جايين منين. هي فزورة؟ ده احنا حافظين أرضنا شبر شبر، لو فكرنا هنعرف، لكن احنا بعيد قوي عن أرضنا، بعيد حتى واحنا عليها. نسينا حروف الطين متولي عين القراءة، ولأنه عين قتلوه. تخطط منظمة وملهاش مثيل. صح، لأننا عمرنا ما قابلنا عدو بيكرهنا للدرجة دي. جيش البلاد ده شايف واحد من آلاف السنين لسه
لما تنطر زي العمى محدش عرف وتاه في الزحمه. اصل اللعبه على الرجال ومفيش حد احسن من حد. السلطان اكتشف الدنيا والحال اتغير وفي سنه كان متسلطن قاعد يلبس ما اهتمش ولا حط في باله. ما تيجوا نشوف ايه اللي جرالهم ونعرف ايه اللي عمله. ايوه عمرو سيد يا عمرو مظفر. خذ هذا المعدوع الذي يدعي انه السلطان واعلقه على سور المدينه. لا لا يا رب، لا يا قائد الشرطه، فاذا تخللتم عني فافراد عيالي لن يتخلوا عني ابدا، لاني كنت فعلت كل ما فعلته لغيري. هؤلاء وكيف لنا ان نعلم انك انت كان السلطان ونحن لم نقترب منك يوما من قبل؟ يا قوم تحملوني قليلا، لا اعلم ماذا اقول لكم ولا من اين ابدا. ساحاول ان ابدا تاريخي من اوله، فعندما توليت الحكم اقمت لكم اجمل حدائق في الدنيا. تحملوني قليلا، ومن انت يا هذا لكي نتحملك؟ واذا كنت بالفعل السلطان فلماذا لم تتحملنا سابقا وتفكر في همومنا حتى نتحملك نحن الان؟ وعلى فكره ليست اجمل حدائق الدنيا، هذا اسراف في الخروج. الا تحب بلدك يا هذا؟ احبوها بالطبع، احبوها لاجعلها ذات يوم افضل بلاد الدنيا، لكن بالفعل لا بالقول. إذا كنت أنت الذي أقمت الحضارة فلا حياء الله. ولماذا؟ كنا قد استوينا أن نبني بيوتا في هذه الأماكن فأخرجونا منها. بيوتا ولا حدائق؟ هذا خلق للمدينة. يا حسن، صار عندنا حدائق ولم يكن عندنا بيوت. المهم أنني جملت لكم المدينة. يا حبيبي كيف يستبدلوا بالحدائق من ينام في العراء؟ لا لا، لقد فعلت كثيرا من أجلكم، فلقد كنت مسكونا داخل قصري ولم أعرف حتى سجنائي. شكرا لك. أشرف أبو بليل المخرج انتزعني من ظروف بالغة القسوة كي أسهم في تكريم الكبير محفوظ عبد الرحمن. حقيقة الأمر ده شرف ليا، وحقيقة الأمر إنه محفوظ عبد الرحمن تكريم للتكريم. طلب مني المخرج إن أنا أقول كلام في السيناريو عنه. أنا قلت بما إن أنا جاي أسهم في التكريم هقول كلام من عندنا. بعد إذن الأستاذ محفوظ هقول كلام دمه خفيف نسبيا. يا عم محفوظ التاني أصيل صحيح مش براني. ايه اللي جابك في زمانهم؟ حزالي اصله زمن جاي فيه اللي لو شم ثقافة يشهر مسدس قدامي، فيه الثقافة بتتأندل محبوسة رسمي وبتعاني، فيه العقول كده تتشندل ويقلبوها بتنجان. اوعى تقول انا مش عارف، اوعى تقول ايه جراني، لا انت عارف متأكد ان المصيبة محصراني، وان حلمك بالتغيير اجبرني على خرم وداني. خرمت ودن وهي التانية بتلح وبتترجاني. ياما هتكتب عن اوجاع لو ضاع وجع يظهر تاني. اصل الوجع زي الابداع يشبط في شعب ورا التاني، ولا الف نخبه تنجي الناس من الوجع لو اصلاني واحد من مريديك وبحب ألمك رباني. أمحكوم علي بالعار ولا أستطيع دفعه؟ هل أنفقت كل هذه السنوات
أحلم برايات عالية وأسقط راكعا أمام أول غازم، أكون شهيد حرب لم أخطها. لماذا أجد ظهري مكشوفا دائما؟ لماذا أجد نظراتي تسقط خزيا كلما رفعت رأسي؟ اللعنة عليكم، اللعنة عليكم وعليكم، اللعنة على كل طفل وامرأة، اللعنة على السيف والرمح والدرع وقصائد عنترة، اللعنة على الكبرياء والشرف والأمل. السيف في يد الجندي والجندي مكبل بالخيوط والخيوط في أيدي السادة. لا رأي للجندي، عليه فقط أن يسلم سيفه كلما ترحل السادة، وأنا أسلم سيفي. ظللت متشوقا إلى النصر حتى على الصلاة. هاكم سيفي، احرصوا عليه فقد أثقلته المرار. أمستحيل حتى الموت بشرف كما تفيدون يا سادة؟ أنا أركع مثلكم ذليلا خارعا طائعا. أنا أركع يا سادة، أنا أركع يا سادة. وقف الخلق ينظرون جميعا عظمة غناء الست، وكيف كانت بتسحر والناس تقول كده كده. لعمري شفت بجمالها ولا زي صوتها عشق. محفوظ رسمها أميرة وعرشها الوداد، بالحب كانت جديرة وسفيرة للأوطان. وهدارة الأيام ما جابتش زي الست. لعمري شفت بجمالها ولا زي صوتها عشق. انت مش روحي في المكرسول، كلنا معانا. ربنا يهديكي. وحشني هو سمعك، هو سمع صحيح، لكنني حاسه انه على كل لحظه. وخلاص كمان اسمعي يا ام كلثوم، انا عايزاكي تسالي نفسك، لو كنت غلطانه صلحي غلطتك، مش غلطانه ولا يهمك. انا حاسه اني تايهه ماشيه السكه مش عارفه ايه اخرتها. انا بحلم كل يوم اني اوقع بالسيف والعفاريت ما عملتش جنبي غيري. انا عارفه مستقبلها، لا اطلع ولا احسن. نفسي أعزمكم في حفلة، بس حفلة تكون تمام. نفسي أعزمكم في حفلة، بس حفلة تكون تمام. حفلة هايلة تليق عليكم يا أساتذة يا كرام. حفلة فيها شيء عجاب، أسئلة ملهاش جواب، فيها ما تطلب نفوسكم والملذة بدون حساب. ترقصوا وكمان تغنوا، تاكلوا رومي أو كباب، إنما عقبال مفهوم هنتظر وأنا كل شوق واستضيفكم في حفلة تانية نتبسط والبال يروق. يا ابني احنا عايزينك تشتغل معانا هنا في السجن. بس انا مش عايز اشتغل معاك. ليه بس كده؟ انا عشان بحب الاختلاط في مكان وبكرهه. غني. هو ده اول شرط من شروط النجاح. عمرك لقيت موظف بيحب شغله ويترقى؟ ابدا. دايما بيترقى الموظفين اللي ما بيحبوش شغلهم. كلامك حكم يا سعاده المدير. ها سمعت؟ يا سعاده المدير، يا سعاده الوفاء، انا راجل مهم، يعني بحب الحريه وبحب السن.
اصبح رساله اجتماعيه جديده. بس انا مستجيب وانت نفسك قلت كده، وانت شايف ان هو كمان مصاب معاه. يا سيدي ما تدقش، لطيف قوي وظريف ومذيع وحلو وابن ناس طيبين. ده احنا فعلا وطنيين ومش اي غلط من حقه يزعل مننا. كان واجب علينا نشرح له الحكايه. اخت علينا الظاهر علينا نسينا نفهمه الحكايه. معلش يا ابني، معلش يا حبيبي، دي شغلانه. انت معاك ايه؟ اسمك ايه؟ انا موظف ولا مجنون؟ والله اليوم هو في فرق. ما انا في المكان ده بقى يا صديقي بالعقل كده يبقى انا مسؤول. اسمي حسن. ما شاء الله ما شاء الله. الشاطر حسن ان شاء الله من الدكتور. لا، حسن ابن عبد الله. واسم العيله مسيوني. بسيوني. الجو جميل والشمس طالعه، بس اقعد اسحب سحاب جديد بدل الغير. جرام كتير جدا. نزل قتل كل شيء، قبل الرقبه وقبل الميابس، حتى الانسان سرح جوه الحول. الحول الانسان. كنتم مع الله حافظ ابراهيم إدارة حلوان. إدارة التعاون التعاونية. السلطان ينهي إدارة التعاون التعاونية. الجواب عن حد على الخازوق إدارة المال التعليمية. شارك معه عريس بنت السلطان إدارة المال التعليمية. شارك معه الفنان محمد ناجي. الفنان هاني كمال. أشعار وأداء أحمد إبراهيم. ديكور حسن جمال. موسيقى والحان الأستاذة مريم، مدرسة حافظ إبراهيم وإدارة حلوان. مشرفه ومدربات وأخصائيات المسرح أستاذة سامية نسمة سماح رندا ريهان. المخرجون سامية محمد علي، هاني عز، إسماعيل فاروق، علاء هارون، دعاء سعيد. فنيين رباب، نشوى، ولاء، هبة، أميرة، ندى، هشام. المواجهون الأوائل ناهد عبد الرحمن، وليد محمد خالد. العرض رؤية وإخراج أشرف أبو ليلى.
لحظة انتظرناها، لحظة الوفاء لأستاذنا وقطب من أقطاب الثقافة المصرية كاتبنا الكبير محفوظ عبد الرحمن. الحقيقة لحظات رائعة ورائدة وممتعة وبديعة وجميلة ورقيقة ورفيقة. كلنا جميعا عشنا واستمتعنا ونسينا همومنا وآلامنا مع المبدع الكبير الرمز الوطني العظيم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن. اسمحوا لي أن أحيي باسم مديرية التربية والتعليم رموز الوطن الذين شاركونا في هذا المحفل الكريم، الكاتب الكبير والرمز الوطني الكبير الأستاذ مصطفى بكري، والأستاذ الكبير محمود بكري، والمؤلف الكبير الأستاذ أبو المعاطي. لأن ما رأيت اليوم شيء عظيم بكل ما في كلمة عظيم من معنى. الرجل المحتفى به إنسان أزعم أنه أحد من شكل قدام جيلنا، راجل كل كلمة بتقراها له بتحس إن أنت ملتصق بتراب الأرض الجميلة دي، بحب هذا البلد اللي هيفضل في نفوسنا لغاية آخر نفس بيطلع مننا. الشباب الحلو الجميل اللي أدى أداء، أنا يمكن ظروف شغلنا الأستاذ مصطفى ومحمود يعرفوا اللي بيشتغلوا في العمل العام والسياسة ما بيلحقوش يقعدوا ولا يتفرجوا. اللي شفته النهارده شيء مفرح، وبقول لهم صدقوني انتم زرعتوا فينا الامل. يأخذ درع مهرجان محفوظ عبد الرحمن، كاتبنا الكبير محفوظ عبد الرحمن. أنا من أول ما قالوا لي على هذا المهرجان قلت يا رب ما يقولوا لي اتكلم. لكن من ساعة بالظبط أنا نفسي أتكلم يعني. خلاص نبتدي بقى. كويس قوي إنه كنتوا بتسمعوا. أنا دلوقتي كل ما بتكلم في حتة ما حدش بيسمع، فأنا بشكركم إن كنتوا سامعين كويس يعني. أكيد مرة عليكم عبد داخل صقر قريش في التاريخ اللي راح الأندلس واستقل الأندلس وعمل دولة، وكتير يمكن ما تعرفوش بس كتير يعرفوا إنه عاش 80 سنة. فسألوه مرة من المرات، راجل طبعا كان آخر السلالة الأموية وهرب، ولما سقطت الدولة وراح بنى دولة لوحده في الأندلس وعمل دولة عظيمة. فسئل هل مرت عليك أيام سعيدة؟ كام يوم؟ فطلب فرصة كام يوم يعني، وأجاب على هذا السؤال قال 16 يوم. مرة حاولت أحسب الحكاية دي فاكتشفت إن الحمد لله الواحد عنده أيام كثيرة جميلة. هذا اليوم من هذه الأيام